هاي انا ندى. السؤال ده جالي كتير جدا وفي كومنتات كتيره جدا عنه، وهو ان حد تنسيقه جاله كليه طب، بس حاجه من الحاجتين: يا اما جاله في محافظه بعيده وهو عايز يرجع المحافظه بتاعته، او العكس هو جاله في محافظته بس عايز يروح القاهره او عايز يروح قصر عيني او عين شمس او كده. فانا في الفيديو ده هجاوب تعملوا ايه. يعني لو انت مثلا جالك قناه السويس وانت عايز تروح بورسعيد عشان انت من بورسعيد مثلا، او العكس جالك قصر عيني ومحتار تفضل في اسماعيليه ولا لا وانت اصلا من اسماعيليه. فالاجابه هتتمحور في محورين: اول محور هو تبع الكليه نفسه، وتاني محور تبع انت شخصيتك انت عامله ازاي او شخصيتك انت عامله ازاي. اول شق من السؤال اللي هو الكليه، تختار الكليه على اساس ايه او في اي محافظه على اساس ايه. هي الفكره ان الكليات الجديده فيها كذا حاجه بتبقى لسه ناقصه، بتبقوا لسه ماشيين في الستبس بتاعتها ومش مضمون قوي يعني انت لما تتخرج الحاجه دي تتعمل او لا. زي مثلا ايه؟ زي مثلا انت ممكن في اول لو هي كليه لسه حديثه ممكن المعامل ما تبقاش مجهزه بالكامل. المعامل تبقى ناقصه مثلا مودلز او ناقصه جثث زي الاناتومي مثلا، جثث تشريح او حاجه. ده وارد يحصل، مش بتكلم ان كل الكليات كده بس ده وارد. فاحنا نسال حد اتخرج من الكليه دي على الاقل السنه اللي فاتت او اللي قبلها، ونشوف مش اتخرج يعني مثلا خلص سنه اولى وثانيه مثلا، ونشوف هل هم كانت ايه طريقه الشرح مثلا في معامل التشريح في معامل الفسيولوجي وهكذا. دي اول حاجه. تاني حاجه ان المستشفى برضو في كليات كتير جديده ملهاش مستشفى جامعه، وده في وجهه نظري بيفرق، لان احنا تواجدنا في المستشفى حلو. انت اولا بتشوف العيانين محجوزين في العنابر، بتشوف العيانين بتوع العيادات الخارجيه، انت في اكسبوجر، انت في تعامل مع عيان. كون ان مفيش مستشفى، هتاخد التدريب بتاعك في حته بره ولا هتعمل ايه؟ تسال برضو، يعني تسال حد برضو لسه مخلص سنه ثالثه رابعه خمسه بيعملوا ايه في الجزء العملي بتاع السنين الاكلينيكيه، بيعوضوا ازاي حته ان مفيش مستشفى. تمام. يبقى اول مشكله هي نقص المعامل من اللي هي الكادفرز، الجثث او المودلز او الكلام ده. تاني مشكله عدم وجود مستشفى. تالت مشكله ان هي في كليات في مصر قديمه وجديده مش معتمده، مش واخده الجوده. كونها مش معتمده ومش واخده الجوده ده مش معناه انك مش هتعرف تشتغل ولا مش هتتخرج دكتور. هتتخرج دكتور وهتشتغل دكتور بس جوه مصر. لما تيجي بقى تفكر تسافر، اذا كان الخليج او امريكا او انجلترا، بدأ يبقى فيه بالذات في أمريكا يعني مش تعنت على قد ما هم عايزين كليات معتمدة. فأنت مثلا لو عايز خطتك في الآخر إنك أنت هتسافر أمريكا مثلا، لا لازم تدور الكلية دي هل هي معتمدة ولا لا. هتعرف ازاي هل هي معتمدة ولا لا؟ هحط لك لينك فيديو تعرف من هناك. وتسأل برضو زمايلك هل هي معتمدة واخدة الجودة ولا لا. الناس اللي في الكلية بيبقوا عارفين طبعا. يعني انا قلت لكم كده الحاجات بتاعت الكليات الجديده، يعني مثلا لو انت من اي محافظه ايا كان بس الكليه لسه ما كملتش سنه، لا انصح ان انت تروح الكليه القديمه احسن. ليه؟ لانه زي ما بقول لك في نقص في الحاجات ومش مضمون قوي ان انت هتتخرج تكون الحاجات دي خلصت يعني، او المشاكل دي خلصت. تمام. الاساسي بقى في الامر ده ان انت لازم تكلم حد متخرج من الكليتين اللي انت محتار منهم، او حد بيدرس من الكليتين اللي انت محتار منهم. يعني تكلم حد مثلا في القصر العيني وتكلم حد في اسماعيليه، او تكلم حد من بورسعيد وحد من اسماعيليه مثلا يعني. ودول هتلاقيهم ازاي؟ تقولي انا ما اعرفش حد، لا الفيسبوك تحفه. هتكتب على السيرش في بوكس السيرش مثلا ايه دفعه طب قصر عيني، هيطلع لك بقى دفعات بالهبل. هتكتب دفعة طب قصر عيني هيطلع لك بقى دفعات بالهبل. هتكتب دفعة قناة السويس سنة مثلا 2020 هيطلع لك بالهبل. فانت في الفيسبوك هتعرف تكون علاقات كويسة وتسأل، والناس يعني ما بتبخلش بس تسأل كتير. تمام. فاحنا كده اتكلمنا في اول شق اللي هو شق الكلية نفسه. طيب ايه الشق التاني اللي هو انت؟ الغربة او ان انت تسافر تقعد في مكان لوحدك، دي قرار كبير ما هوش قرار سهل. اول حاجة هتفضل طول عمرك في البلد الجديده دي. يعني انا اصلا من القاهره بس درست في اسماعيليه لاسباب ما، يعني بروح وبرجع اسماعيليه كل يوم لو في شغل كتير. فده قرار هيترتب عليه حاجات كتير قوي في حياتك لمده 10 20 سنه قدام. انا دخلت سنه اولى في سنه 2011 واحنا النهارده اهو 2023 وما زلت بروح اسماعيليه. تمام. تاني حاجه انه الغربه بتعلمك المسؤوليه، او بتخليك انت شايل الشيله لوحدك. فانت لو انت بتحب لا يبقى في مساعده من ماما، او انت لو بتحبي ان يبقى في مساعده من ماما ومن بابا، وتفضلي ان الوقت اللي انت هتقضيه في ترويق الشقه والاكل والغسيل تقضيه في المذاكره،
يبقى خلاص خليكي جنب بابا وماما، لان انت لما تعيشي او انت لما تعيشوا لوحدكم هتلاقوا ان انتوا اللي شايلين الشيله من اولها. وده سلاح ذو حدين. اول حاجه الوقت بتاعك، وانت اللي مسؤول تمام المسؤوليه عن الوقت ده، انت اللي هتحدد هتقضيه ازاي، غير لما تبقى عايش مع اسرتك. لا، لما تبقى عايش لوحدك انت متحكم في كل شيء. ولكن الحد التاني بتاع نفس السلاح ده ان انت ممكن تضيع منك خالص، ما تبقاش متحكم خالص، يبقى معاك وقت كتير ومش مستفيد منه والدنيا تبوظ منك. بعكس لما يبقى فيه زي ماما تقول لك ذاكر، بابا يقول لك انت كنت فين، الحاجات دي انتوا فاهمين قصدي. فهو سلاح ذو حدين، ولازم تبقى عندك الحكمه انك انت تعرف تبقى منضبط، وتعرف ان انت تبقى عارف انت متحمل مسؤوليه نفسك وانت عايش لوحدك ازاي. فاتمنى ان انا اكون جاوبت على السؤال ده. لو عندكم اي حاجه ابعتوا لي في الكومنتس، وانا هحط برده لينك الانستجرام بتاعي في الديسكربشن بوكس، لان برده اتسالت كذا حد عايز يتواصل معايا، فهحط اللينك الانستجرام على الديسكربشن بوكس. لو قدرت ارد على الاسئله هرد طبعا، وان شاء الله يعني يبقى مستقبل باهر واعد ليكم كلكم.